للأشخاص اللي طلبوا منّي طريقة إنه كيف يعملوا الفيديوهات تبعات الأكل والوصفات هي مطبّقة، بتفوتوا على ChatGPT وبتطلبوا منّه الوصفة تبع الطبق اللي بدكم تعملوه شو ما كان، بيعطيكم إياها الوصفة كاملة. بعدين بتلقطوا شاشة من وحدة من الوصفات اللي منزّلينها على الصفحة، بتبعتوها للChatGPT بتقولوا له إنه بدّي شي مناسب متل هي الصورة للوصفة اللي طلبتها منّك. طبعًا هون ببلّش يشرح لكم ويولد لكم إلها أمر. هون متل ما شفتوا عطانا أمر بنروح على موقع اسمه Flowwiz، بيعطيكم 5 صور تقدروا تعملوها بالنانو بنانا، تلصقوا هون الأمر اللي أخدتوه تبع توريد الصورة وبتتركوه هو يكمّل شغله. طبعًا متل ما شايفين هلأ بلّش يولد الصورة، هي الصورة صارت جاهزة قدامنا، بننسخها، بنعمل لها تحميل على الجهاز، بعدين بنروح على برنامج Grok. أول شي بنروح على ChatGPT وبنطلب منّه إنه يعطينا أمر لتحريك هاي الصورة سوا إنه نساويها فيديو يعني، وبتطلبوا أنتم الأمر متل ما أنتم بدكم يعني يكون. هون عطانا أمر مناسب لبرنامج Grok، بعد ما يخلّص توليد لهذا الأمر بننسخه وبنروح على برنامج Grok بنساوي الفيديو هنيك. بنحط الصورة اللي عملناها بالنانو بنانا وبنكتب الأمر اللي عطانا إياه الChatGPT تبع التحريك وبننتظر تقريبًا 20 ثانية بيكون خلّص توليد الفيديو. متل ما شايفين هيك صارت الصور جاهزة، الفيديو جاهز كامل، جربوا أنتم واعملوا لي tag لنشوفكن على الصفحة.